مساء الخير. من فترة كده، من حبة حلوين يعني، مش فاكر من قد ايه بالظبط، كنت منزل فيديو كده كيوت كده ابيض في اسود. كنت بجهز لحلقة، كانت حلقة، وحتى يعني طلبت من الناس ان يعني تقول شوية يعني اقتراحات وبتاع عن اداءات تمثيلية. طبعا هتبقى حلوة وكل حاجة، بس فيها تاتش زيادة ان انت لا يمكن تتخيل حد غير اللي عمل الدور كان يؤدي الاداء ده. بمعنى، لو تفتكروا 2008 فيلم ذا دارك نايت، شخصية الجوكر هيث ليدجر. قعدنا بعدها يعني اعتقد لحد دلوقتي الناس مش بالها اصلا شخصية جوكر غيره. ليه؟ هم خلاص ما هو لو في جوكر في الدنيا هيبقى هيث ليدجر. تمام؟ فهو نفس الفكرة. عايزين بقى، او كنت يعني طالب من الناس اقتراحات اللي يقولوا لي 5 شخصيات او 5 اداءات تمثيلية انت من كتر ما اتعلقت بالشخصية او من كتر جودة الممثل او ايا كان، او تفاصيل حوالين ايا كان ايه القصة، انت بس مخك مش قادر يستوعب او مش قادر تتخيل حد تاني كان يعمله احسن منه. والناس مشكورة يعني بعدت يعني اقتراحات كتير جدا. انا طبعا ما خدتش منها اي حاجة، وهقول ال5 اللي كانوا في دماغي كده كده بامانة يعني. هي لسه ملهاش اي ليميتيشنز، عربي اجنبي مش فارقه، راجل ست مش فارقه، فهو احنا تمام. هما اللي جم في دماغي اول حاجه، اتناقشت شويه حاجات كده مع الناس. بس كده نظبط الدنيا دي، يا رب ما بقاش دوست حاجه غلط. وايه وخلاص، مفيش اي ليميتيشنز يعني. حلو كده، حلو. طيب نبدا كده نسخن باول واحد، محلي جميل، واحد من احسن الممثلين اللي في تاريخ السينما المصريه، من اكتر الناس المحبوبه، محمود عبد العزيز الله يرحمه. لا مش فيلم الكيت كات، لا، عبد الملك زرزور. لكن عبد الملك زرزور مش ممكن. اولا فيلم يعني ابراهيم الابيض انا بحبه اكتر بكتير. ابراهيم الابيض من احلى الافلام المصريه اللي بحبها في حياتي يعني. هو والحريف وفيلم ثالث، هم انا كده تمام، انا كده ممكن اقعد اتفرج عليهم مدى حياتي كسينما مصريه. عبد الملك زرزور، ليه عبد الملك زرزور؟ تبقى بتهزر لو مستني اقول لك ليه عبد الملك زرزور. بغض النظر ان هو شخصيه مرعبه بشكل مش طبيعي، شرير ليفل ما تتخيلوش. شرير على انهي ليفل يعني؟ شرير ليفل في الشر عالي، وشرير على انهي ليفل؟ هو شرير وعم يعني عم الشر بتاع مين؟ بتاع تجار المخدرات والبودره اللي تحت قوي. منظره مرعب، منظره مقرف في اوقات كتير، السنان وما اعرفش ايه، وبيضحك. ايه ده يعني؟ عباس ابو الحسن ما اعرفش شاف ايه. انا عايز اكتب الشخصيه دي او يعني طلع منه عبد الملك زرزور. كان يمكن دور عبد الملك زرزور في فيلم ابراهيم الابيض من اصعب الادوار اللي هي ممكن تقابلني في حياتي او اللي قابلتني في حياتي. مشكله كبيره جدا. انا حياتك تاني. مش ممكن يا جدعان، شخصيه خياليه، شخصيه اسطوريه يعني. انا لو قريتها وحبيت اتخيلها، دي شخصيه الاقيها في متحف ومكتوب عليها كده جايد كده، دي عملت ايه بقى في الاسطوره في سنه 5000 قبل الميلاد مثلا. محمود عبد العزيز طلعها شخصيه مصريه موجوده في العالم. مش ممكن يا جدعان، مش ممكن التركيبه دي على النظره المرعبه، على بيؤمر بايد ايه، بنظره بس. وفي كل ده بيحب حريه، طفل في حب الحريه، بيبص عليها كده زي نجوم مكسور. ولما قال لها هون عليك تهوني عليا وقتلها، بص يا اخي مش ممكن يا اخي. ايه ده؟ مين يعمل دور كده؟ يحيى الفخراني، عادل امام، لا ما حدش يعمل كده. عادل امام ما عندوش الحته المقززه دي، ما تطلعش منه. يحيى الفخراني ما عندوش الحته الكوميديه دي، مش زي محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز الاكثر تكاملا ممكن نقول بين الاثنين دول. ولا احمد زكي يعملها قبل ما تقول احمد زكي. احمد زكي برضو ما يعملش الدور ده. برضو حته خفه الدم دي صعبه قوي يا جدعان. خفه الدم دي صعبه قوي، انك تجمع ما بين كل ده وكمان خفه الدم دي صعبه قوي. طيب عشان ما نطولش، فعبد الملك زرزور هو اول اداء. طيب من ورا ظهري تسمع